السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المانجاوي، عشاق المانجو في مصر والوطن العربي، أهلا ومرحبا بكم. فيديو جديد وموضوع جديد هنتناول فيه اليوم يا جماعة الفيديو الثاني أو الحلقة الثانية لإدارة فترة التزهير والعقد في المانجا. احنا كنا اتكلمنا في الفيديو الأولاني عن آه، امتى اقدر اخد قرار لازاله التزهير المبكر تبعا لمنطقتي او مناخ المنطقه والنوع او الصنف اللي انا شغال عليه. النهارده هنتكلم عن كيفيه ازاله التزهير المبكر. طبعا احنا لما بنيجي نشيل التزهير المبكر ما بنشيلش تزهير بس، بنشيل معاه بعض الامور الاخرى اللي هي ما تقدرش تشيل معايا ثمار جيد. نظرا لضيق الوقت انا جبت معايا شويه حاجات كده من المزرعه بحيث ان احنا نقدر نسردها سوا واوريكم الحاجات اللي يتم ازالتها وتبقى بشكل اسهل واسرع. اول حاجه احنا بشكل عام كده احنا بنشيل التزهير اللي هو من 3 سم في اقصر. ده اللي انا ابدا اشيله. وده ليه؟ لان كل ما انا بشيل الزهره في عمر قليل كل ما انا بقدر اخد تزهير قوي وجيد بشكل افضل. ليه؟ عشان خاطر لو انا سبت التزهير يكبر زياده عن اللزوم وصل بقى 15 او 20 سم، في الحاله دي بيتم استنفاذ لهرمون التزهير، وبيبقى بعد كده التزهير اللي بيطلع ليا سواء بقى في الاوراق الجانبيه بيبقى ضعيف. احنا ممكن نشيل التزهير اللي اقل من 3 سم في حالتين: لو كان مشوه او بمعنى صح مأقرص يعني، او كان مصاب بالبرد. زي احنا مثلا عندنا ظهر زي ده مأقرص. طبعا احنا بنتكلم ان الفني اللي ما يقدرش يميزه على الشمراخ خلاص يسيبه لحد ما يكبر شويه، هو هيقدر يميزه. لكن ده اقل من 3 سم وبنشيله لانه هيبقى تزهير متكتل او نسبه الازهار المذكره فيه اكثر من المخنثه. كذلك الامر ده تزهير ده تكتل احنا بنقدر نميزه بحكم ان احنا دي شغلتنا بقى، دي فنياتنا، فاحنا نقدر نميز التزهير المتكتل وهو صغير. تمام. ده يبقى ديت في الحاله اللي انا يقدر امتى اشيل التزهير اللي اقل من 3 سم. وفي المرحله الثالثه بقى لو التزهير ده اقل من 3 سم وفي نفس الوقت البرد موته، وبنقدر نميزه ان هو بيبقى لونه اسود شويه. تمام. يبقى ده في حاله ان انا لو لقيت تزهير اقل من 3 سم. طيب من اكتر بقى من 3 سم اشيله ازاي؟ اشيل لو انا لقيت حاجات اكبر من 3 سم زي كده. ده كده ابدا اشيله. ده كده ابدا اشيله. دي كده ازهار تتشال اهي اكبر من 3 سم. طيب ايه تاني ممكن اشيله مع التزهير اللي هو اكبر من 3 سم؟ لو شفت التزهير اللي زي ده تزهير برضو نسبة الازهار المدقرة فيه اكتر من الازهار المخنثة، فبالتالي هيديني اسمار ضعيف، وممكن ما يدينيش اسمار اصلا، لان نسبة الازهار المذكرة هتبقى اعلى من فاشيله واخد تزهير سليم. ولما بنشيله برضو بنشيله من اسفل العقده. يفضل في التزهير المدقر ده اشيله من اسفل العقده، لكن لو تزهير سليم اشيله من فوق العقده. وشرط اساسي ان انا لما اشيله باليد واحافظ على الاوراق الا على قمه البرج. يعني وانا بشيله بعمل ازاله كده، بمسك من تحت. يعني مثلا لو هنفترض هنا البرج ده بشيل من تحت وايدي التاني بتقصف التزهير المبكر، وفي نفس الوقت احافظ على الاوراق بتاعه القمه اللي فوق العقده، عشان خاطر هي دي هتبقى اول الاوراق اللي هتديني تزهير جيد. الحاجات اللي هتتشال برضو لو انا عندي اكروسات زي كده، الحاجات دي برضو تتشال. الحاجات برضو اللي تتشال لو انا عندي نمو زي كده مسقط الورق اللي عليه نتيجه اصابه بقى بالتريبس، نتيجه اصابه ايا كان المرض، او اتعرض لبرد شديد او صقيع ووقع ورقه. في الحاله دي اشيله لان هيخرج من هنا زهر، وفي الحاله دي الزهر اللي هيطلع مش هيبقى جيد في الثمار بتاعته. برضو من الحاجات اللي بنشيلها النموات الضعيفه اللي زي دي. يعني هنا نمو ضعيف اهو، برج زهر وزهر سليم زي الفل، ولكن انا شايفه انه ضعيف. الورق اهوت مصاب وفي نفس الوقت اتصاب بالبرد، اتصاب بالتريبس الاول وبعد كده اتصاب طب اسيبه ليه؟ وخصوصا بقى لو انا عندي تحتيه برج سليم وورقه زي الفل وناضج. الحاجات برضو اللي تتشال لو انا عندي نموات رفيعه زي كده، ده ما يشيلش زهر، حتى لو محضر زهر ما يشيلش، ولو شال زهر مش هيدي اسمار جيد. الحاجات برضو اللي زي كده، النموات اللي زي دي نموات طالعه متاخر
نموات طالعه متاخر وكمان اتصابت بالتريبس، وفي نفس الوقت البرد برضو اثر عليها فادتني الوان الصبغات اللي حضرتك شايفينها دي. فبالتالي ما ينفعش حتى وان كان محضر وهيدي ظهر واخد يفضل ان انا اخد على البرج اللي تحتيه ويكون برج سليم وجيد. ده نمو بغو، واحنا بنسميه نمو غير مستوي او بيتسمى بغو يعني غير ناضج. النمو ده احنا بنشيله في حاله واحده لو انا تحتيه، لو النمو ده تحتيه برجين، اقل حاجه برجين. لكن لو تحتيه برج واحد ما بشيلوش، انا بحافظ على المجموع الخضري بتاع الشجره وحجم الشجره عندي، ويفضل ان انا اسيبه على اساس ان انا بعد كده اخد حجم نمو خضري جيد. فده ما يتشالش الا في حاله لو عندي الطراح عباره عن برجين فاكثر. لكن لو انا عندي الطراح برجين بس اسيبه. من الحاجات برضو اللي بتتشال زي كده، ده نمو زي ما حضراتكم شايفين اهوت متصاب بالتريبس جامد، وفي نفس الوقت كمان ده تزهير مش مورق، ده تزهير مأقرص. فبالتالي نتيجة وجود التريبس الكتير ده إصابة شديدة بالتريبس فأدته إن هو يطلع مأقرص نتيجة نقل العدوى. برضو من الحاجات اللي بتتشال زي كده، ده طبعا مفيش فيه كلمة، تزهير جيد ومفيش أدنى مشكلة، لكن النمو ده ما يغذيش ثمرة وبالتالي مش هيثبت عليه ثمار. كذلك الأمر ده نمو ما ينفعش أسيبه مصاب بالتريبس وفي نفس الوقت متقزم ومديني زهر، ولكن يفضل ان انا اخد على برج سليم قوي عشان اقدر اخد ثمره قويه. الثمره دي تكون ذات مواصفات تسويقيه جيده. اخر حاجه بقى زي ما حضراتكم شايفين كده، شايفين ده لون الورق اللي هو المستوي او الورق الناضج، وفي نفس الوقت ده يديني مواصفات تسويقيه جيده. وفي نفس الوقت لو شفتوا الخشب هنا هتلاقوه خشب او البرج قوي، برج مستوي مفيش فيه ادنى مشكله. طيب انا هنا مشكله البرج ده ايه؟ مشكلته انه زي ما حضراتكم شايفين كده هو اتعرض للاصابه بتاعه الاقراص. زي ما حضراتكم شايفين ان بيميز او بنعرفه ازاي عن طريق النتوءات اللي موجوده على الخشب كده زي ما حضراتكم شايفين كده، وفي برده موجوده هي عند القمه بتاعه البرج الثاني. انا بس ليا تحفظ في الموضوع ده، لان انا بشوف يا جماعه ناس بتيجي تعمل ازاله للبرج ده عشان ما هو مؤقرص، بتروح عامله له ازاله بتنزل برج سليم او برجين كمان في السليم ويشيل اللي هي زي ما احنا بنقول من 30 ل 40 سم. ما ينفعش في وقت التزهير الكلام ده يا جماعه. هتشيل من 30 ل 40 سم وقت نمو وقت وجود دوره نمو خدري اللي هي من بعد شهر بقى ايه مايو وانت طالع كده لحد شهر 11 ما نقدرش نشيل الابراج دي المصابه على بعد 30 سم من اسفل من بعد من تحت الاصابه. ما ينفعش الكلام ده. دلوقتي انت داخل على ظهر، وعن تجارب فعليه انت بتشيل البرج ده وبايدك من فوق العقده لو عندي الطراح على برجين او 3. طب لو الطراح على فوق 3 ابراج يعني 4 و5، في 4 و5 ابراج، لا انا ممكن اشيله من تحت العقده. طب ده ليه؟ ده برضو لحضراتكم معلومه كويسه. اول حاجه لو انا عندي البرج ده على برج واحد تحتيه برج واحد سليم وشيلته من تحت العقده، غالبا هيطلع ليا ظهر من الايه من قبه الاوراق اللي على ايه اللي على الخشب. في الحاله دي لما بعد اجمع محصولي هيجي اللي هيقلم بعد كده هيشيل البرج ده خالص، فاذا انا قضيت على الطراح بالكامل. طيب لو انا عندي بقى ايه برجين، في الحاله دي برضو انا بفضل ان انا اشيل من فوق العقده، اشيل ده من فوق العقده. ليه؟ عشان خاطر اخد ظهر من قمه العقده. يبقى انا لما باجي اقلم بعد كده اقلم منين؟ من تحت العقده على نفس البرج. ففي الحاله دي انا ما اثرتش على المجموع الخضري بتاع الشجره. طب لو هو بقى 3 ابراج او 4 ابراج، خلاص ممكن اشيل من تحت العقده في الحاله دي، لان انا عندي متسع هيفيدني وقت ما اجي اقلم، مش هيأثر على المجموع الخضري بتاع الشجره عندي، وبالتالي انا باخد عندي البراح بقى بتاعي ان انا اشيل من فوق العقده او من تحت العقده زي ما انا عايز. كان في برضو ناس اتكلمت ان البرج اللي زي ده المؤقرص دايما بيبقى اصفر، فانا جبت البرج اهو مستوي كامل وهو مش ولا اصفر ولا حاجه. والناس كان تفسيرها في الموضوع ده ان هو بيقول لك ايه، انه بيستنفذ غذاء كتير. زي ما حضراتكم شايفين اهو الموضوع كله وما فيه ان هو اللي هو اصفر ده طالع في توقيت
كان في برودة شوية أو في أكسدة ضوئية أو في عدم وجود عملية بناء ضوئي كافية، فبالتالي كان أصفر. إنما ده سليم اهوت ومتغذي وزي الفل وفي مخزونه عادي، والإصابة جت متأخر، فبالتالي الإصابة أثرت فيه، ولكن هو مش أصفر زي ما بنسمع. فاحنا مش عاوزين كل الكلام اللي احنا بنسمعه ننفذه. كل واحد يا جماعة يعني ياخد باله من شغله. البرج اللي زي ده اما باجي اشيله ما انزلش قوي، لان انا بشوف بصراحة بشوف متاهات. انا برج زي ده طالما مصاب انا بشيله واسيب اللي تحتيه، هاخد منه ظهر، انا بقول لكم وعلى مسؤوليتي. انما انزل برجين 3 سلام واقص على اساس ان انا احمي نفسي من الاصابه، كلام كله مش واقعي. وخصوصا وعن تجارب والله انا بعملها معايا في المزارع عندي وبنشوف نتائجها بنفسنا. عشان ما اطولش عليكم، كان ده اهم ما في الموضوع. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هيبقى ما بعد ازاله التزهير اللي يتم على الشجره. وكان معكم حسام أبو زهرة، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.